هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. تختلف الاحتفالات بعيد الأمهات من دولة إلى أخرى، فمثلا في دولة الجزائر يحتفلون بعيد الأم في يوم 28 من شهر مايو. وأما في جمهورية مصر العربية والكثير من الدول العربية الأخرى يتم الاحتفال بأعياد الأمهات في 21 من شهر مارس. ويبدو أن الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي سمية سماش كانت تجهز منذ وقت طويل لكي تحتفل بتلك المناسبة، حيث كان احتفالها مختلف ومتميز نوعا ما. ولكن الغريب نوعا ما والمفاجئ والغير متوقع للكثيرين أنها حاولت بقصد أو بدون قصد أن تستفز والدة زوجها عمار الشندالي زوجة الإعلامي الجزائري الشهير جدا جلال شندالي، ولكن الاستفزاز هذه المرة كان عن طريق الرسائل الجميلة والرائعة والمؤثرة جدا التي وجهتها الإعلامية سمية سماش إلى والدتها كنوع من الاحتفال بها في عيد الأم، حيث وجهت لها بعض الرسائل الجميلة والمعبرة، ونشرت صورة لها برفقة والدتها الجميلة وكتبت فيها قائلة: تعتقد أمي الحبيبة والغالية أنها مجرد أم عادية، ولكنها بالنسبة لي هي الحياة وكل ما أحبه، فيا رب أرح قلبها وأبعد عنها كل ما يؤذيها. عيدك سعيد ماما حبيبتي، وتهنئة من القلب إلى جميع الأمهات، كل عام وأنتن بخير. وقد رأت شريحة كبيرة من الجمهور أن إصرار الإعلامية سمية سماش على عدم ذكر اسم حماتها والدة زوجها المنشط الإذاعي عمار الشندالي في احتفالاتها بأمها وعيد الأمهات ما هو إلا نوع من الاستفزاز الجديد لها، حيث لم تذكر اسمها ولم توجه لها أي رسالة، مثلما وجهت رسالة إلى والدتها. بل الغريب جدا في الأمر أن الإعلامية سمية سماش لم تكتفي بمعايدة أمها في احتفالاتها بعيد الأمهات، لكنها عادت من جديد لكي توجه رسالة أخرى، فاعتقد الكثيرون أنها موجهة إلى زوجة جلال شندالي حماة الإعلامية الحسناء سمية سماش، ولكن فوجئ الجمهور بأنها رسالة عامة لكل الأمهات، الأمر الذي اعتبرته شريحة من الجمهور والمتابعين بأنه تجاهل واضح وصريح لزوجة جلال شندالي، حيث كتبت الإعلامية سمية سماش في رسالتها الثانية لكل أم: كل عام وجميع أمهات العالم بألف خير. ربي يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم، وربي يرحم اللي توفوا إن شاء الله. الجدير بالذكر أن الإعلامية الجزائرية الشهيرة سمية سماش تحب والدتها كثيرا ومتعلقة بها كثيرا، على الرغم من أنها تفضل ألا تظهر معها بصفة مستمرة وألا تظهرها كثيرا إلى جمهورها الكبير.